تخيل دلوقتي ان انا وانت ركبنا سفينة فضاء وقررنا نروح القمر. المسافة حوالي 384 ألف كيلومتر، يعني حوالي ساعتين بأسرع سفينة فضاء اتعملت في التاريخ. بدأنا الرحلة وكل حاجة تمام لحد ما فجأة لقينا حاجة غريبة. تفتكر هنعرف نتصرف في الموقف ده؟ تعال الأول نشوف ايه هو أصلا الثقب الأسود. الثقب الأسود مش مجرد حفرة في الفضاء زي ما الناس بتفتكر، هو عبارة عن نجم كبير جدا مات من زمن طويل، بس بدل ما النجم ده يتشتت انهار على نفسه لدرجة ان الجاذبية بتاعته ما بقاش في أي حاجة في الكون تقدر تقاومها. في حاجة في الثقب الأسود اسمها أفق الحدث، الخط الأحمر اللي لو عديته خلاص كده مش هترجع تاني. بس احنا في حالتنا دلوقتي لسه ما عديناهوش، احنا قريبين منه بس لسه قدامنا فرصة. طب فرضا اننا اتسحبنا غصب عننا وعدينا أفق الحدث، ايه اللي هيحصل بعدها؟ أول حاجة مش هتنفجر ومش هتحس بأي ألم، ولو الثقب كبير بما فيه الكفاية هتعدي ومش هتحس بأي حاجة. بس لو بصيت وراك هتحس ان الكون كله بقى زي شباك صغير، وكل ما بتغوص اكتر جوه الثقب كل ما الشباك ده بيصغر لحد ما الكون كله بمكوناته نجوم، مجرات، شمس، ارض بيختفوا تماما من نظرك. اللي انت ما تعرفوش بقى اننا قبل ما نقرب من الثقب الاسود انا لمحته من بعيد، فقفزت من سفينه الفضاء وخليتني واقف اتفرج اشوف ايه اللي هيحصل. ففي الحاله دي انا مش هشوفك وانت بتعدي وتخش جوه الثقب الاسود، انا هشوفك بتتباطأ لحد ما تقف عند الحدود بتاعه الثقب الاسود، وهتتجمد على الحواف وهتخليك هناك للابد، زي ما يكون في صوره ليك محطوطه عند المكان ده ومتثبته مكانها. فمن وجهه نظر انا انت لسه واقف عند الحواف ما عديتش جوه، لكن انت فعلا عديت جوه من وقت طويل. دلوقتي احنا في نفس اللحظه بس حدثين مختلفين واحنا الاتنين صح. ده عشان في الحاله دي الكون بيحتفظ بنسخه منك بره على الحدود وانت اصلا لسه جوه. ومركز الثقب الاسود اللي انت ماشي لحد ما توصل له ده مش مكان، ده عباره عن زمن انت هتوصل له في وقت معين. تعالى بقى نرجع لورا شويه كده، احنا لسه واقفين قبل افق الحدث، لسه ما عديناهوش، وعندنا فرصه ان احنا نتفاداه وما نعديش جواه. والفرصه بتاعتنا هي ان محركاتنا تولد قوه اكبر من جاذبيه الثقب الاسود. بس عندنا هنا مشكله ان ده بيحتاج طاقه خرافيه اكبر من اي محرك احنا نعرفه دلوقتي. بس لسه عندنا محاوله كمان، ودي اسمها مناوره القوس، ان احنا ندور حوالين الثقب بمسار منحني ونبدا ان احنا نستخدم جاذبيته عشان نتسارع ونطير. وده اللي اسمه جرافيتي اسيست اللي بنعمله مع الكواكب التانيه، بس في الحاله دي هيكون اصعب بمليون مره من اي حاجه تانيه. لو نجحنا اننا نعمل ده هنطير بسرعه ما نحلمش بيه. طب يا سيدي افترضنا اننا نجحنا بالمحاوله التانيه دي وعرفنا اننا نهرب من الثقب الاسود وعديناه خلاص، دلوقتي احنا في الفضاء. السفينه بتاعتنا بعد ما هربنا من الثقب الاسود هيكون حالتها ايه؟ الاشعاع جوار الثقب الاسود بيكون شديد جدا، بيطلق حاجه اسمها اشعاع هوكينج على حواف افق الحدث، والالكترونيات بتاعه السفينه هتكون اتعطلت جزئيا، ولو اتمطينا اكتر من اللازم فالهيكل هيكون فيه مشاكل. بس لو احنا ما عديناش افق الحدث وهربنا على طول السفينه هتعيش وهتبقى تمام، هيبقى فيها بس شويه جروح بسيط. ازاي بقى نرجع لبيتنا تاني؟ المشكله هنا اننا ما عندناش نظام ملاحه تاني، لان النظام اللي كان عندنا الاشعاع بوظه. في الحاله دي بقى هنستخدم النجوم، هتكون هي الخريطه بتاعتنا زي ما كانوا بيعملوا البحاره القدماء. بس هنلاقي بقى ان في مشكله كمان وهي الوقت. قرب الثقب الاسود الوقت بيكون مختلف عن الحياه بتاعتنا على كوكب الارض. ممكن احنا نكون حسينا بساعتين بس عدوا، بس في الاصل على كوكب الارض في سنه كامله عدت. يعني لما نرجع هنلاقي ان في ناس ماتت، في ناس تعبت، في ناس شكلها اتغير، في حاجات كتير قوي اتغيرت على كوكب الارض. وده بالظبط اللي حصل في فيلم انترستيلر. بس احنا هنا ما بنتكلمش على مجرد خيال علمي، دي فيزياء حقيقيه وحاجات موجوده في الكون فعلا. فالثقب الاسود مش مجرد حاجه مخيفه في الافلام، ده دليل ان الكون فيه حاجات سهل انها تتكسر عادي، زي قاعده الوقت ممكن انها تتباطأ، والضوء عادي يتحبس، والماده كمان تتشوه. ودي مش مجرد نظريات، دي حسابات رياضيه عمرها 100 سنه، واحنا اتاكدنا منها لما صورنا ثقب اسود حقيقي سنه 2019. لو بتحب تكتشف العالم زيي اعمل لي سبسكرايب.